عشان تعرف حضرتك ان الستات متسامحات. السلام عليكم يا وزير. طبعا كل الشكر والتقدير لكل الاخوه المتواجدين على الكلام الطيب، ولكن انا هخرج عن السؤال في سؤال ثاني. طبعا نحن ابناء الجنه، طبعا معك اخوك محمد عبد الله خواجي رئيس رابطه الابناء والجيش في دوله الكويت، ابن من ابناء صعيد مصر. طبعا مع الوزير ابناء الصعيد خاصه في دوله الكويت يتعدوا 60% او 65%. يسافر الشاب عمره 25 سنه 30 سنه يتجاوز 60 سنه. مش كل المصريين المتواجدين في الكويت يعني الدخل المالي قوي بالنسبه لهم. المجموعه او الفئه الضعيفه دي اللي هم عمال او دبلومات يتعدى سن 60 سنه وما عملش حاجه. اتمنى من الحكومه واتمنى من الدوله يكون هناك مثلا يعني استقطاع شهري او حافز استثماري او معاش يستقطع منه من قبل وزاره الماليه بالتعاون مع السفاره المصريه او القنصليه المصريه في دوله الكويت، حتى تسن له في حاله العوده الى مصر لصرف معاش يعول هو واولاده على المعيشه وعلى الايام الباقيه من حياته. السؤال الثاني مع الوزيره بالنسبه لموضوع نقل الجسامين، طبعا كل الشكر او المعالي النائبه غاده عاجمي اللي تبنت هذا المشروع، وحتى الان المشروع لم يرى النور لنقل الجسامين من خاصه